السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي، بما إننا في موسم التين الجميل، فإحنا عايزين نعمل التين المجفف بأسرع طريقة وأسهل طريقة بأمر الله. وبإذن الله كل حاجة هنعملها إن شاء الله من عندك من البيت. أكيد عندنا كربوناتو، عندنا ملح ليمون، عندنا بنجيب زيت برافين. زيت البرافين بنجيبه من الصيدلية أو من العطار، جميل جدا بيحافظ عليه. طب لو ما عنديش زيت برافين بستخدم زيت ذرة أو زيت زيتون، بيقضي نفس الغرض برضو. وبرضو معانا النشا ومعانا السكر البودر، طبعا الاتنين برضو معانا في البيت. وبأسهل طريقة بأمر الله هنعمل التين المجفف، ومش صعب خالص وجميل خالص. بس انا عايزة اقول لكم حاجة، انا السنة اللي فاتت عملت التين ده، وعملت برضو التين انا اسفة، عملت برضو التين الاحمر. التين الاحمر اللي هو لونه بيبقى محمر شوية، مش زي ده شايفين عامل ازاي؟ تحسي ان هي اما حتى بتستوى بتبقى زي دي كده اهي، ما بتبقاش حمرة قوي. في تينة حمرة كلها حمرة، دي انا بشك بصراحة انها تين جميز او كده بتاع زمان، لكن تين احمر. انا على ان ده التين البرشومي اللي احنا عارفينه الجميل، اللي لما بنيجي حتى نشتريه مجفف بنلاقيه طعمه جميل جدا. اما التينه التانية دي انا هوريها لكم باذن الله بعد ما اخلص ده. هوري لكم التينه التانية، فاضل مني حبه من رمضان. بس هقول لكم حاجه، يعني التين الاحمر ده هو بيتعمل وكل حاجه، بس طعمه ما بيبقاش حلو زي ده. وحتى كمان في الاخر لما بتيجي تمسكيه بتلاقيه تخين، ما هواش زي ده كده رقيق وجميل، وبيديكي برضو الحلاوة في الخشاف مع البلح زي ما بنيجي نعمل. لا ده حاجة تانية بصراحة. وبعدين انا عايزة اقول لكم حاجة، انا هوريهولكم طبعا بعد ما اخلص. هوريكم اللي كان فايض مني حبة زي ما قلت لكم من رمضان، هوريها لكم بعد ما اخلص، واوري لكم ده بعد ما يخلص، وهتقارنوا انتوا ما بين الاتنين ان شاء الله. طيب ده لما بيخلص المفروض يتحفظ فين؟ المفروض ان احنا بنحفظه يا اما في التلاجة، والاحسن والافضل ان احنا نحفظه في الديب فريزر. ليه؟ الديب فريزر بيحفظ الحاجة اكتر من السنة للسنة. مهما كان، هو طبعا بتحفظيه في علبة، بتحفظيه في كيس تلاجة زي ما انت عايزة. انا بحفظه في كيس تلاجة لان العلب بتاخد مساحة معايا، لان بتاخد مكان، فكيس احسن واوفر في المساحة. يعني بتنظميه في الكيس وبتحطيه فيه، وبيتعان معاكي ما شاء الله لحد رمضان. بتطلعي منه وبتنقعي منه عادي في الخشاف، جميل جدا جدا، انا جربته. طيب المفروض ان احنا التينة اللي نعملها تبقى شكلها ايه؟ لازم تبقى مقفولة زي ما انتوا شايفينها كده. كل التين اللي تعمليه لازم يبقى مقفول. انت بتجيبي التين عادي، بتنقي منه المقفولة دي وتغسليها كويس، وتقومي بقى ايه عاملة الخطوات اللي هقولك عليها على النار ان شاء الله، وتعملي التين. بس لازم يبقى مقفول عشان يحتفظ بالسوائل بتاعته جواه، ما تنزلش بره. هو التاني بيتعمل وكل حاجة المفتوح، لكن السوائل بتاعته بيفقدها بره، ما بيحتفظش بيها جوه، فتيجي تاكليها بعد كده تحسي ان انتي بتاكلي قش مش بتاكلي تين، بتبقى بقى نشفت او مبيبقاش لها ايه معنى. فيستحسن ان احنا نجيب التينة المقفولة ونستخدمها بإذن الله في عمايلنا في التين. تعالوا بقى مع بعض بإذن الله على النار ونشوف هنعمل ايه. اهو يا حبايبي المية دلوقتي بتغلي، انا طبعا غطيت عليها عشان كانت بتغلي جامد. بتغلي، بنحط عليها ربع معلقة صغيرة ملح ليمون، وربع معلقة صغيرة كربوناتو، تمام. هنحط بقى ايه مع بعض زيت البرافين، معلقة صغيرة زيت برافين،
طبعا ملح الليمون ماده حافظه بيحافظ لي عليه، هو وزيت البرافين برضو، زيت البرافين بيلمعه بس بيديله ماده حافظه برضو. وبعدين ننزل بالتين ما شاء الله بسم الله في الميه. طبعا الميه سخنه يا جماعه، هي بس ايه هدت من الغليان بتاعها شويه بس، لكن هي سخنه. بنحط التين ما شاء الله كله، ننزل بيه كله مع بعضه كده. لاحظوا ان دايما الكربوناتو والسكر بيبقوا ماده حافظه، وبيحافظوا على خضار الحاجه، خضار المنتج معاكي. حتى احنا بنحطه ساعات في الملوخيه ساعه ما بنيجي نعملها. ننزله بقى كده بأمر الله. بنسيبه 7 دقايق كده على النار، ولازم الميه تكون غزيره عليه زي ما انتم شايفين كده. يا دوبك 7 دقايق، ما بيتاخرش على النار على فكره. اهو يا حبايبي نبدا نشيله بقى ونحطه في مصفى يصفي ميته بالراحه خالص كده عليه. ما بيفضلش كتير في الميه، في ناس بتشيله تحطه في ميه متلجه، بس انا بحب احطه في المصفى. واقول لكم هنعمل ايه دلوقتي ان شاء الله. بصوا بقى انا عملت ايه. انا جبت طبق ستيل، حطيت فيه منديلين فوق بعض، طبعا مناديل المطبخ. وبنجيب تينة بعد ما اتصفت في المصفى، وبحطها كده كده، يعني الحتة اللي المفروض انها تحت المفتوحة لتحت برصصه كده فيها، واللي فوق بتبقى لفوق، اللي هي بتقطفي منها من الشجرة بتبقى لفوق اهي. تفضلي بقى ترصصيه كله بالطريقة دي. خلوا بالكم يا جماعة ما يكترش عليه الحططان في المية، يا دوبك يعني بصوا اقل من 7 دقايق كمان، يعني علشان ما تبصيش تلاقيه اتفتح منك من هنا والجلدة دي اتهرت منك. لا، حاجة بسيطة كده، حاجة بسيطة. انا لقيت الطبق ده صغير على الكمية اللي انا عاملاها، فانا هحط في صينية اكبر شوية وندخل الفرن بأمر الله، لان لسه في عندي اهو. فانا هحط في صينية اكبر شوية وادخل الفرن، وبأمر الله على درجة هادية جدا، اهدى درجة عندك في الفرن. وتسيبيها يعني الصهد بتاعها يكون ايدك بتستحمله. لما تدخلي ايدك كده الفرن ايدك تكون بتستحمل الصهد ده، وتدخليه 5 دقايق بالعدد وتطفي الفرن، وتسيبيه في حرارة الفرن شوية. كل شوية تطلعيه من الفرن، يعني مثلا ايه، اول ما تحسي الفرن برد خلاص عليه تقومي بقى مطلعاه من الفرن. طبعا تطفي الفرن بعد يا دوبك 5 دقايق تشغيل عليه، تطفي الفرن تطلعيه من الفرن وتشوفيه. هتبصي طبعا الخطوات دي انا هبقى معاكم فيها وهصور لكم بيبقى فيه ايه. هو بينزل كل مره بينزل ميه في المنديل، بينزل السوائل بتاعته في المنديل، فلازم تغيري مكان حططانه، لان هو بيبقى يعني بوظ مكانه كده بالعسل. بتقومي شايله التينايه مغيره مكانها، او مغيره المنديل لو لقيتي المنديل كله اتشرب من الميه. انا هوريكم كل حاجه خطوه بخطوه، بس انا بديكم فكره في الاول. انا دلوقتي هبدل الطبق بصينيه اكبر شويه تنفع تدخل الفرن، وبعدين نحط برضو نفس المناديل. وبعد ما هطفي عليه هشغل الفرن على درجة عندي انا اهدى درجة 150، انا هشغل على درجة 150. وبعد 5 دقايق هفصل الفرن خالص واسيبه في حرارة الفرن، واول ما الفرن يبرد هطلعه واوريه لكم هو وصل لحد ايه خطوة بخطوة ان شاء الله. اهو يا حبايبي شايفين طبعا بعد ما طلع من الفرن، طبعا هو هدا خالص خالص، لقيته هدا. فالمفروض ان انا هولع عليه الفرن تاني، فلازم اغير المنديل اللي تحته. شايفين منزل ايه؟
هبدل بقى التين، احطه بقى في وعايه تانية واشيل المنديل ده خالص، لان لو ولعت عليه الفرن بالمنظر ده عسل. شايفين العسل ده؟ عسل التين. العسل ده بقى هتبص تلاقيه لزق في الصينيه واتحرق. فانا علشان ما يتحرقش بقى والصينيه تتحرق وكده، لازم ابدل المنديل واحط منديل تاني نضيف وادخله تاني على درجه هاديه تاني من الفرن باذن الله، و5 دقايق واطفي عليه تاني. افضل على الحال ده طول النهار رايحه جايه كده عليه لحد لما ينشف خالص، وهتشوفوه باذن الله وهيعجبكم. اهو يا حبايبي انا شلت بقى شلت المنديل التاني وغسلت الصينيه ونشفتها، واكني ببدأ من اول وجديد، وحطيت مناديل ناشفه تاني وارصص عليها التين برضو وهو واقف بالمنظر ده، وهدخله برضو الفرن زي ما قلت لكم. وادي تاني مره اهي يا حبايبي، نزل نفس كميه العسل اللي بينزل. دي تاني مره اهي هنقله واغير له المناديل تاني. انتوا طبعا شايفين هو طري خالص ازاي، طري خالص، يعني بنلمسه كده واحنا بنشيله ونحطه. خلوا بالكم علشان يعني ما يتكسرش منكم، وانتم ممكن واحده فيهم تتفتح وانتم بتشيلوا وتحطوا فيه، فبالراحه خالص، امسكوه بالراحه خالص. اهو يا حبايبي بعد ما خلص، شايفين ما شاء الله نشف خالص ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. بس في حاجه بقى انا ما نسيت اقول لكم عليها. انا طبعا اول ما بدات احطه زي ما انتم شايفين كنت حاطاه على الحته دي، والعصايه بتاعته اللي هنا دي اللي هي بنقطعها من الشجره دي كانت فوق. فطبعا من كتر ما انا غيرت له المنديل تحته حوالي من 3 ل 4 مرات وخلاص. وبعد كده بقى المنديل ما بقاش يبقى فيه حاجه، يعني حاجات بسيطه كده. طيب دلوقتي هو كان طري لسه، فاجي اشيله هو ناشف من هنا كده، بس من هنا لسه طري. فبدات ان انا اقلبه على الوش التاني كده في الفرن، على اساس ان هو برضو يتشفشف من الناحيه دي. طيب هو برضو قعد يوم ونص. الفتره بقى اللي انا هنام فيها وخلاص مش هحطه في الفرن، يعني اليوم خلص ولسه ما وصلش للنتيجه اللي انا عايزاها، اشيل الصينيه من الفرن واحطها في حته فيها هواء لتاني يوم باذن الله عشان اكمل المسيره. لان طبعا انت ممكن تسهي عنه ان انت ما تشغليش الفرن شويه، فبيأخر في موضوع ان هو ينشف بسرعه. هو نشف معايا وبقى زي الفل اهو. عايزه بقى تعقمي ابره بفتله وتعملي العقد اللي بيتعمل ماشي. انا عن نفسي بعينه في كيس ثلاجه وفي الديب فريزر، ما بحبش احطه في الثلاجه، بحب اعينه في الديب فريزر. نقطعه بقى مع بعض ونشوفه. بسم الله اهو، شايفين ما شاء الله زي الجاهز بالظبط. ولما تحطيه في الميه بينفش برده وبيبقى زي العسل، وريحته جميله وطعمه جميل، وعسل و10 على 10. تمام. طبعا لو لقيتيه منفوخ شويه انا اللي بقى بقوم ضغطه عليه كده علشان يبقى مبطط كده زي ما انتم شايفين اهو. طيب ده بقى اللي هو قلت لكم هوريه لكم، اللي هو بتاع السنه اللي فاتت. انا مطلعاه من الديب، فتلاقوه كده عرقان كده بالميه شويه. مش عاجبني خالص، يعني شايفين عامل ازاي؟ شايفين يعني تحسي ان هو منفوخ تخين، مش عاجبني خالص. طعمه كمان مش حلو خالص، يعني حتى لما باجي افتحه واجي اكل منه ما بحسوش حلو. شوفوا هو حلو يعني منظر لنفس التين وكل حاجه، بس لا طعم ولا شكل ولا حاجه. يعني بصراحه انا مش عاجبني خالص خالص خالص. انا طبعا شفته في رمضان بامر الله وبرده ما عجبنيش. انا اللي عجبني ده لان كنت عامله من ده ومن ده اكتر حاجه عجبتني بصراحه. انا بحط هنا بقى، بحط معلقه نشا على او معلقه ونص نشا، طبعا الكميه اللي عندك يعني، على معلقه سكر بودره. تمام. بقلبه كويس كده وبقوم حاطه فيه التينه، اغلفها بيه كده وانفضها كده واعينها في الكيس بالطريقه دي، او في علبه لو عندكم علبه تلاجة عايزين تعينوا فيها كده. ده بيغلفه بيحفظه، وفي نفس الوقت يعني طبعا لما بتطلعيه بقى عادي بتنفضي ده من عليه او تغسليه وبعدين تحطيه
في الخشاف براحتك خالص يعني.